من زمان قوي قبل ما يكون في دكاترة ولا صيدليات ولا حتى حاجة اسمها طب، كان الإنسان عايش مع المرض ومش فاهمه، وكل لما حد يعيي يبقى الموضوع بالنسبة لهم لغز. بس السؤال اللي دايما بنسأله هو إزاي البشر أصلا اكتشفوا الدواء، وإزاي عرفوا إن العشبة دي تعالج الوجع ده؟ الحكاية بدأت بشكل بسيط جدا ويمكن نقول عشوائي. أول أدوية في التاريخ اكتشفت بالغلط. البشر زمان كانوا بيجربوا أي نبات قدامهم، ياكلوا ورقه يلاقي نفسه تعبان يعرف إنه خطر، ياكل نبات تاني ويحس إن معدته ارتاحت يحفظه ويقول ده دواء. كانوا بيعتمدوا عليا الملاحظه أكتر من أي حاجة. مثلا شافوا الحيوانات حوالينهم، لقوا القرد لما يتسمم ياكل نبات معين وبعدها يقوم يتحرك تاني، فالبشر قالوا طب نجرب. ومن هنا بدأوا يفهموا إن الطبيعة فيها حاجات بتساعد وحاجات بتأذي. وبعد فترة البشر بقوا إذكي، بقوا يجربوا النباتات بشكل منظم شوية. يعني لو واحد عنده وجع بطن ويجرب نبات ويتحسن، يبدأوا يقولوا عليه علاج للوجع ده. ولو نبات وجعهم أو خلاهم يدوخوا، يعرفوا إنه سام. الموضوع كان ماشي كده بالتراكم، كل جيل يسلم الجيل اللي بعده خبرات وتجارب كأنها دفتر ملاحظات كبير. ومع مرور السنين ظهرت حضارات كبيرة زي الفراعنة، ودي كانت نقطة تحول. المصريين القدماء سجلوا أكتر من 700 وصفوا علاجي، كان عندهم برديات فيها وصفات بالأعشاب والزيوت والعسل. ورغم إنهم ما كانوش فاهمين جسم الإنسان زي دلوقتي، لكنهم كانوا فاهمين التجربة وبيعتمدوا عليا تكرار النتيجة. يعني لو 10 استخدموا الوصف وتحسنوا يبقى الوصف شغاله خلاص. ومع الوقت ابتدت الفكرة تتطور، بقوا يفهموا إن كل مرض ليه سبب، وإن العلاج لازم يبقى مناسب للسبب مش بس للوجع. الحضارة الهندية والصينية كمان لعبوا دور كبير جدا. الصينيين مثلا اكتشفوا نبات اسمه ارتماسيان واستخدموه ضد الحمي، واللي محدش كان يعرفه إن النبات ده بعد آلاف السنين هيطلع منه مادة مهمة جدا اسمها ارتميسينين، واللي بقت من أهم الأدوية لعلاج الملاريا في الطب الحديث. ودي حاجة تثبت إن القديم ما كانش بدائي زي ما بنفتكر، بالعكس كانوا شاطرين جدا في الملاحظة والتجربة. وفي نفس الفترة اليونانيين بدأوا يغيروا الفكر كلها من جذورها، بقوا يقولوا بدل ما ندور على أي حاجة تسكت الوجع، لا إحنا نفهم هو الوجع ده جاي منين الأول. ودي كانت بداية تشخيص. لما بقي في تشخيص بقت الناس تعرف تربط بين العشب ده وبين المرض ده بشكل أدق. زي مثلا لحى شجر الصفصاف استخدموه من زمان قوي لتسكين الوجع وتخفيف السخونية، وبعد آلاف السنين العلماء درسوه واكتشفوا فيه مادة اسمها ساليسين، واللي اتطورت بعد كده لبداية دواء مشهور جدا بنستخدمه النهاردة وهو الاسبرين. ومع مرور الزمن ودخول العصر الحديث الموضوع اتنظم أكتر بكتير. بقينا بدل ما نقول العشب ده ريحته غريبه، يمكن يفيد نقول المركب اللي جوه العشب ده بيأثر عليا الجزء الفلاني من الجسم. بقي في معامل وأبحاث وتجارب كتيره قبل ما دواء واحد ينزل للصيدلية. بقي في مراحل لاختبار الدواء عليا الخلايا الأول، وبعدها الحيوانات، وبعدها البشر، علشان يتأكدوا إنه فعلا أمن وله تأثير واضح ومش بيعمل أضرار كبيرة. بس برغم كل التطور ده، الحقيقة إن أساس اكتشاف الأدوية ما غيرش كتير، هو نفسه ال3 خطوات اللي البشر بدأوا بيهم: ملاحظة، تجربوا، تأكيد. الفرق إن أدواتنا بقيت أعلى وأدق، بقينا نشوف اللي جوانا بالمجهر ونفهم اللي كان أجدادنا يستغربوه. الرحلة اللي بدأت بإنسان خايف من ورق وشجر ممكن تموته، اتطورت لعلم ضخم بينقذ ملايين كل يوم. وفي الآخر نقدر نقول إن قصة اكتشاف الأدوية هي قصة الإنسان نفسه، فضول، تجارب، وخطوات صغيرة بتكبر مع الزمن لحد ما بقينا نقدر نفهم المرض ونواجهه مش نهرب منه.